كنا زمان نخاف من المدرس ونحترم الشيخ، نتعلم الأدب والاحترام في المساجد. هذا لما كانت مساجدنا منابر للعلم، وما شفت حدا بحياتي حافظ للقرآن وكسلان بدروسه، بل بالعكس أرى أن فصاحة اللسان واستقامة الكلام لا تكون إلا بتعلم القرآن. واسأل أي شخص تقدم به العمر كم تحفظ من القرآن، يقول لك لا أحفظ إلا ما حفظته في صغري. القرآن يهذب السلوك، القرآن ينقي الروح، القرآن يبني الشخصية، القرآن يقوي الذاكرة. هذه اللي وزير الأوقاف خايف على ذاكرة أولادنا منها إذا تعلموا القرآن. شفنا الفيديوهات اللي صارت تغزو مجتمعاتنا، طالعة نازلة كل يوم، مرة لانسر ومرة فورد والمرة الجاي كامري والبعدها الباص السريع، وصرنا نقصر الخطب ونمنع الدروس. قال ليش؟ خايفين من الإرهابيين. والله الأردن ما فيها إرهابيين ولا فيها دواعش. الحالات الفردية التي ظهرت لا تعمم، وأجهزتنا الأمنية الله يعطيها العافية تنخلها نخلا. ولا يزاود أحد علي شخصيا وعلى وزارة الأوقاف في موضوع القرآن الكريم، فأنا عالم ومتعلم ومعلم لكتاب الله عز وجل منذ نشأت، فلا يزاود أحد علي وعلى وزارة الأوقاف في هذا الموضوع، ولا يستدل بدول أخرى في خدمة كتاب الله عز وجل. هذا الوطن وهذا البلد الهاشمي العربي هو أول بلد في العالم أقام مسابقة هاشمية للإناث والذكور لحفظ القرآن الكريم على مستوى العالم. لن نقبل في وزارة الأوقاف في وقت الدراسة، في وقت المدرسة، أنه تطلع طفل من الروضة وتقول له أنا ما بدي أوديك لا على المدرسة ولا على الروضة، فقط بدك تروح تدرس قرآن. هذا نعم أقوله أمام المجلس الكريم، وإذا كان يقبله المجلس الكريم أنا أرضخ إليه الآن. هذا الذي قلناه قبل أن يسيء إلى أحد. أنا في وزارة الأوقاف أنا لم أتهم أنني أطيع فلان ليعصي الله عز وجل، ولا يزاود علي أحد بطاعة الله سبحانه وتعالى. فمنذ صغري أنا معروف أين كنت، وكان البعض أين كان أيضا منذ سنوات طويلة، كل واحد منا يعرف أين كان. أما أن نتهم بهذه الطريقة في ديننا، وأن نمس في ديننا وفي دين هذا البلد، ويستدل على دول أخرى ماذا تنفق على القرآن الكريم، لا، نحن أكثر من ينفق على القرآن الكريم في هذا البلد الطيب المبارك. معالي وزير المالية بجنبي يعرف موازنة وزارة الأوقاف كم هي المخصصات فيها، ومن موازنة الدولة في ظل الدول التي تحدث عنها لا تنفق من موازنتها دينارا واحدا على المساجد ولا على القرآن الكريم. شكرا سعادة الرئيس. شكرا.